الأولاد دول طول عمرهم عايشين في أوضة ضلمة حيطانها عالية وأرضها باردة. قليل المكتوب على طريقة بريل، أعتبر نفسي محظوظا عندما أسمعه. عبيد ازاي؟ أنا أعمى يا غبي، ده أنا أشوف أحسن منك في النور وفي الضلمة كمان. بص، الممثل لما بيمثل شخصية أو بيفكر يعمل شخصية بيكون ليها تحضيرات كتير. يعني مثلا لو هيعمل شخص جامعي بيحضر له ملابس، بيتعلم له بعض الكلمات، بيشوف بعض النماذج للشخصية الجماعية عشان يعرف يحضر للدور ده. تخيل لو هيمثل شخص أعمى، في بعض منكم هيقول سهل، هيعمل إنه ما بيشوفش ويخلص الموضوع. بس الموضوع لما بيكون في إيدين ممثل عبقري ومخرج ومؤلف ناجحين، الموضوع بيتغير 180 درجة، لأنهم بيتدخلوا كتير عشان يفهموا شخصية الأعمى اللي محتاجين يوصلوها ليك. هل عايزين يقدموا لك شخصية كانت مفتحة واتعاملت على سن كبير، فبالتالي هيكون عندها طريقة تعامل مع الأشياء مختلفة، أو شخص أعمى من الصغر متربي في منطقة دينية، أو شخص اتعمى وهو صغير فعنده لمحات من شكل الدنيا، وغير الأنواع دي في كتير. لو ابتديت ادرس الضرير لقيت فيه زياده عن 10 15 ضرير. في الضرير اللي مولود في منطقه شعبيه، يعني كلامها بيبقى عشوائي، فتلاقيه شخصيه غير ما عندهاش كنترول على مخها فتلاقيه بيتحرك ازاي وبيعمل حاجات غير الاعمى اللي مولود مثلا في منطقه انبساطيه زي الحسين، زي الشيخ سيد مكاوي، فيها تراتيل دينيه وفيها فيقول لك مساء الخير يا مش عارف ايه، يعني ايه. عندنا أكتر من أمثلة للشخصيات دي، أبرزها الشيخ حسني في كيت كات للرائع الراحل الساحر محمود عبد العزيز، أو الكابتن سعيد المصري في أمير الظلام للزعيم عادل إمام، أو دور عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل الأيام للإمبراطور والمحبوب الراحل أحمد زكي. الناس دي عملت الشخصيات دي إزاي؟ دي فكرة الفيديو اللي هنتكلم عنها، أعمى السينما المصرية. بس في الأول، أنا عبد الرحمن ودي بحب السين. هنتكلم على الأعمال دي بالترتيب الزمني، الفروق الزمنية بين الثلاث أعمال بسيط جدا، 12 سنة و11 سنة. أول الأعمال دي كان مسلسل الأيام. قبل ما ندخل بس بجوانب الشخصية، ما كانش يعمل الدور ده أحمد زكي، كان كمان مش مرحب بيه لا من صناع العمل ولا من أصدقاء الدكتور طه حسين. محدش كان شايف ذكاؤه في الدور ده خالص، لون بشرته ووضعه كممثل ما كانش الوضع اللي يخليه يكون مفضل للدور ده. هو كان نجم صف تاني ساعتها، ما كانش عمل غير العيال كبرت ومدرسة المشاغبين. يمكن تاريخه السينمائي كان أكبر حاجة فيها شفيع ومتولي، الضغط عليه كان مختلف وكبير جدا عشان يعمل الشخصية دي. قابلني وهو منزعج، ده اللي هيعمل طه حسين، لن يعني بقى متضايق. فلقيت الراجل مش حابب فسكت. راح لعزت العلايلي، فعزت العلايلي برضه قال له محمود ياسين عمل الموضوع، وبعدين المسلسل لازم يتعمل، فقالوا طب نفكر في الاصطاف الثاني، فحط شويه اسماء من الصف الثاني انا منهم. لأن كان البار في الوقت ده عالي جدا، لأن الصناع كانوا مفضلين محمود ياسين يعمل مسلسل، لأنه كان عامل قبلها بسنة 78 فيلم قاهر الظلام اللي جسد فيه شخصية الدكتور طه حسين. الفيلم كان ناجح جدا، وده اللي زود الدنيا وعاتها أكتر على أحمد زكي، لأنه كان هيتحط في مقارنة مع محمود ياسين. بس أحمد زكي تخلص من العقدة دي عن طريق حاجة بسيطة. سؤال سأله أحمد زكي صديق طه حسين، كان السؤال اللي سأله هو طه حسين بيضحك إزاي؟ كيف كان يضحك طه حسين وكيف كان يبكي طه حسين؟ فعمل لي كده. شوف البساطة، بس في الحقيقة مش بسيطة خالص. التفاصيل هي المكون الأساسي للشخصية. كل ما كانت تفصيلة تافهة بس أنت مهتم بيها وإنك تخرجها صح، بيدل إنك ممثل كويس. ده أحمد زكي اللي عارف يعني إيه تمثيل وإزاي يتقنه. نرجع بقى لشخصية طه حسين. الدكتور طه حسين، الشخصية دي إزاي تتمثل؟ حاسس إن أنا بنحت من خوليو. أنا حاسس برضه إن خوليو بيقدمها أحسن، بس يعني خلينا في طه حسين. طه حسين كان مولود بيشوف، بس كان عنده ضعف نظر، ونتيجة الجهل أو عدم المعرفة، خلينا نستخدم اللفظ ده، أهله خلوه حلاق القرية يعالجه. الحلاق وصف له دواء عمل الدكتور طه حسين أصلا. طه حسين كطفل كان عنده لمحات بسيطة لشكل الدنيا وهو صغير، لكن شكل الأرنب اللي كان عنده. لما كبر شوية دخل الأزهر، ابتدى يدرس فيها، كان ساكن في منطقة الحسين، فبالتالي طرق التعبير بتاعته اختلفت، ما اعتمدتش على مكان واحد. لا كمان بعد ما كبر ونتيجة تفوقه الدراسي سافر فرنسا. طه حسين عشان يتجسد صعب جدا بسبب وجود أكتر من بيئة مختلفة جدا، مع الطريقة اللي راح بيها بصره. كل ده خلى تحدي كبير على أحمد زكي عشان يعرف يجسد ويعمل الدور. المسلسل ده هنلاقي أحمد زكي اتعامل مع التفاصيل البسيطة اللي سألها دكتور زياد، لأنه عارف إن كل اللي عدى على طه حسين هيتجمع في ضحكته أو بكائه، لأنها بتكون بتعبر عنه. مش معنى كده إن ذكاؤه مركزش مع تفاصيل تانية زي حركة الإيد أو الطريقة اللي بيقعد بيها وشه، بس دي تفاصيل أسهل إنها تتعرف وممكن تكون متشابهة مع معين كتير. إنما تركيزه على تفاصيل زي الضحكة هي اللي خلته يجمع روح الشخصية اللي كان بيدور عليها. كل تغيير كان بيطلع على الشخصية
لما كانت بتتنقل من مكان لمكان أو كانت بتتعلم بطريقة تانية، كان أحمد زكي بيمررها بطريقة رائعة. على فكرة أحمد زكي كان عادي يقلد الشخصية بالمسطرة، وهو قادر يعمل كده. الطريقة اللي اتعرف بيها للناس أو تقدم بيها للجمهور كان عن طريق تقليد محمود المليجي في حياة هلو شلبي، لأن بس هو عشق التمثيل وعرف الفرق بين التجسيد والتقليد. مش انت اللي تقف قدامي، انا عندي رجاله بتاكل الحديد، رجاله بتاكل الزلط. نروح للعمل التاني أو العمل اللي بعده مع أشهر شخصية عامية غير معترفة بالعمى، شيخ حسني في الكيت. الفيلم ده كان أكبر فيلم ناجح لمخرجه داوود عبد السيد وأشهر أعماله كمان، مع إن هو ما حسبش ليه النجاح ده في البداية. خلينا مع اختيار النجم محمود عبد العزيز اللي ما كانش مفهوم خالص، عجوز أعمى. هات رجال محمود عبد العزيز، الناس تحس إنها بتقول هو حضرتك في وعيك عشان تختار واحد عنده 45 سنة يعمل شيخ عجوز؟ حضرتك احنا عندنا النجوم عندها 54 سنة بتعمل دور الشاب الكحيان. مش ده المهم، أو ممكن يكون المهم بس احنا بنعدي عشان المرة ما تتباعش. محمود عبد العزيز كان قبل الكيت كات كان بيعمل رأفت الهجان، فكل ده يزود من عدم منطقية اختياره للدور. طب ايه الدور؟ زي ما قلت شيخ عجوز أعمى، لا استنى، رافض العمى، مقتنع إن بس النور هو اللي راح، لكن هو بيشوف أحسن مننا في النور والضلمة. كمان عندنا أصلا مثال شبيه للشخصية ديتي، شخصية الراحل الشيخ سيد مكاوي اللي استعانوا بيه في الفيلم عشان يعملوا بعض الأغاني. بس أكيد محمود عبد العزيز مش هيقلد، ده كفاية التحدي بتاع إنه مش هيقدر يعمل الدور ومستغربين الاختيار. يعمل الدور ده إزاي تحول رأفت الهجان، الشخصية المطبوعة في ذاكرة المصريين في الوقت ده، إلى شيخ حسني؟ بإننا بنتكلم على أداء الممثل هنركز على اللي عمله محمود عبد العزيز للشخصية دي. زي مثلا لو ركزت مع وزنه، محمود عبد العزيز عشان يعمل دور كبير في السن هتلاقي مثلا وزنه زاد عشان يعمل الدور ده. ركز مثلا مع تفسير طقطقات الصوابع اللي كان بيعملها، او حركه الرجل اللي كان بيعملها عشان يعاين المكان. ابص مثلا في حركه عينه دي لوحدها التفصيله، انا متاكد ان الراحل محمود عبد العزيز دور وشاف اكتر من اعمى يعني عشان يجمع تفاصيل زي دي. شوف ازاي مثلا بيسوق الموتوسيكل، سيبك من المشهد والموتوسيكل، بص على وش محمود عبد العزيز، بص عليه وهو بيعدي الشيخ الاعمى الطريق. هو قدر يتقن كل ده وقدم لنا نموذج الاعمى اللي عاش معانا لغايه دلوقتي، ويمكن ده يكون افضل نموذج اعمى لناس كتير جدا. واذا كانش سليم النظر اللي زي حالاتي يساعد عاجز النظر اللي زيك، ده مؤاخذه يعني، الله يكسفك، اقصى عليك متخيبان. نروح للعمل اللي بعده وهو عمل الزعيم عادل امام مير الظلام. العملين اللي فاتوا كان في مشكله في البطل بتاعه، فكان في ضغط على الممثل وهو داخل يعمل الدور، لكن الموضوع هنا مختلف، ده عادل امام. الفيلم ده كان برواية توجه عادل امام انه يشتغل مع الشباب ويخليهم ابطال القصه معاه. القصه عن الضابط الطيار سعيد المصري، واحد من ابطال حرب اكتوبر اللي فقد بصره اثناء الحرب وبيسكن دار للعميان. ده طيار وضابط جيش، لازم يكون ملتزم بالقواعد، بس ده فيلم لعادل امام ما ينفعش يكون فيه قواعد، ما ينفعش يكون فيه بيقول نعم وحاضر. طول عمري بسمع كلام الحكومة. ده فيلم الارهاب والكباب ما بيكررش تاني. بس عادل امام في الفيلم ده كان على عكس الكاركتر تمام، كان بيهرب من الدار في الليل اكتر من مره علشان يروح يسهر، بيكسر القوانين بتاعته، مش محترم للرتبه الاعلى منه اللي هي مديرين، يعني عنده استعداد يضربهم ويتخانق معاهم ويهينهم. حتى طريقه تعبيره في الشكل كانت فتره، ودي الصفات العسكريه اللي هو حافظ عليها وقدمها طول الفيلم. ولازم يكون في بعض الصفات العادل الاماميه في الفيلم عشان يبقى اتختم بطبع عادل امام. زي ما قلت الفيلم ده ما كانش عليه نفس الضغط بتاع فيلم زي كيت كات او مسلسل زي الايام، لان في نجم الشباك الانجح في التاريخ. ومنطقي حتى لو المخرج اول مره يخرج اللي هو رامي امام، هو انها قصه ممثل شاب اللي هو خالد سرحان، مع انه اصلا مقتبس حاجات كتير من سنت اوف وومن لالباتشينو. وهنا نقطه الضغط الوحيده اللي على الفيلم، انه مقتبس من فيلم اجنبي وفيلم معروف بطوله واحد من ستارز هوليوود الباتشينو. بس عادل امام تخلص من الفكره دي بانه عمل عادل امام، ما اقتبسش حاجه من الباتشينو. انت هتلاحظ ان المشهد مثلا سياده الطياره لعادل امام وسياده العربيه لالباتشينو روحين مختلف، روح عادل امام غير روح الباتشينو. وفي الاخر يعني فيلم سنت اوف وومن فيلم رائع، والفيلم امير الظلام فيلم متوسط بس بطوله عادل امام. اظن انا كنت واضح جدا، واللي ما فهمش يبقى عمى. الادوار الثلاثه عندها تحديات مختلفه بسبب البيئه اللي كانت فيها، او حتى النشأة او المستوى التعليمي او العملي كمان، وحتى التحديات بتاعت الممثلين مختلفه للدور، بس في صفه مشتركه واحده، وهي ان كلهم رفضوا العجز، سواء من سعيد اللي بيهرب من الدار في الليل عشان يسهر ويحس انه لسه عايش، او انه يقلب كرسي في وش ناس لمجرد ان قالت عليه اعمى، او حتى الشيخ حسني اللي عنده استعداد يعدي الطريق براجل اعمى ويسوق موتوسيكل ما يتقبلش انه يتقال عليه اعمى. التحدي ده هو اللي يخلق عظمه الشخصيه، التحدي ده اللي خلى طفل اعمى من الصعيد بقى عميد الادب العربي، وبيبعت لك رساله التحدي والمعافره من وسط العجز. متحدي لكل واقع ده دعوة لتجاوز العجز. بس كده اكون انا خلصت.
اكتب في الكومنت رايك زي ما تحب، مين فيهم افضل اعمل او حابب تتكلم، او مين فيهم افضل فيلم. وما تنساش يا اخوانا من صالح الدعاء، ولو انت تقدر تتبرع انا هحط لينك التبرعات فوق الكومنت. لو عجبك الفيديو لايك وشير، لو حابب تسمعني تاني في فيديوهات قديمه وفي جديد لسه هينزل اعمل اشتراك. سلام.